السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي، نتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد المنتوج اللي غادي يعجبكم بزاف. انا جربته وقلت نشاركه معكم لان يعطاني واحد النتيجه اللي صراحه مرضيه وعجباتني. المنتوج هذا هو سيروم العرقسوس. يمكن تكونوا عارفينه او ممكن البعض ما يكونش عارفه. سيروم اللي عنده واحد الفعاليه كبيره في القضاء على التصبغات، على الهالات السوداء، على الكلف، المهم اي مشاكل عندكم في البشره فهو يعني فعال. كيقضي عليها لانه مضاد للاكسده، مبيض. يمكن لكم تستعملوه يعني بكل اريحيه وبكل ثقه. يعني ما عنده حتى شي اضرار، ما في تخوف. غير طريقه الاستعمال انا غنوريها لكم، ويستعملوا كل شيء، يعني ماشي غير الفتيات او النساء، يستعملوا حتى الرجال. هذه من كلامي موجه حتى ليهم هوايا. فخليكم نوريكم طريقه الاستعمال كيف دايره. هذا هو الشكل ديال السيروم من الداخل، كيكون مركز كما تشوفوا، لونه اسود مركز. ممكن تستعملوه على البشره مباشره، لكن انا كنقول لكم احسن خفوه باي زيت انكم نتوما كتستعملوه. اي زيت محبب لكم او اي كريم بغيتو تستعملوه ضيفوا ليه. انا مثلا عن نفسي راني كنستعمل كريم جسلويد. كناخذ من واحد الكميه وكنضيف ليه جوج قطرات لا غير ديال السيروم، وكنخلطهم مزيان. صافي كنستعملو على البشره ديال الوجه، من بعد الماسكات كنستعملو في اليديه، اي منطقه في الجسم لانه هو مبيض. يعني كيعطي النتيجه في غضون اسبوع. غادي نقول لكم اسبوع بالكثير. هذه الا ما كانش عندكم شي مشاكل في الكبده ولا مشاكل في الجسم ديالكم، هذيك راه خصكم تعالجوا الجسم من الداخل. اما لا كانت عاديه سطحيه راه كتعالج بسرعه. ضيفوا لي قلت لكم زيوت، كريمات. ضيفوا الخلطات ديالكم اللي كتستعملوا الوصفات، ديما ضيفوا ليها هذا السيروم، مفيد جدا. أشرف على نهاية الفيديو. نتمنى إن شاء الله يكون عجبكم، وتبارطاجيوه مع الأحباب مع الأصحاب باش تعم فائدة. وما تنسوش التعاليق إذا عندكم أي تساؤلات، وما تنسوش لي لايك. ما عرفتش أنا أكثريتكم، يعني الأكثرية تيدخلوا يتفرجوا في الفيديو وما تيديروش لايك، ما كيديروش تعاليق. ما عرفتش علاش، حيت انا ما كنقدمش التفاهه. انا كنقدم لكم معلومه كتستافدوا منها. حتى انا لي لايك راه ماشي كنتخلصوا، يعني ماشي كتخلصوا عليهم نتوما، وانا اصلا ما غادي غير كتشجيع ليا، اما راه ما كنستافد والو. اهم حاجه توصلكم معلومه، هذا هو المفيد عندي، ونشارك معكم اي حاجه تفيدكم.